طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. مهرجان إريتريا منصة لإبراز إمكانات ومواهب الشباب الابتكارية والإبداعية. اختتام حملة الطلاب التنموية. تأهيل المرأة الراعية للأسرة المحتاجة بالماشية في مديرية قنداع. ما لا يقل عن 27 قتيلا و100 جريح في معارك العاصمة الليبية. إيران تعلن قدرتها على التصرف في أموالها المحررة. والرئيس الروسي يؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري مع الدول الأخرى. أهلا بكم. تعكس الأعمال الفنية والحرفية المقدمة في مهرجان إريتريا الوطني لعام 2023 وكذلك نتائج الكتابة تعكس الابتكارات والكفاءات التي اكتسبها شبابنا. وقد أثار جهاز إبادة الجراد الليلي المصمم من قبل الشباب بالإضافة إلى طائرة رش المبيدات وثلاجة محسنة منخفضة الطاقة وموقد سهل الاستخدام للمعاقين والفقراء أثار إعجاب الزوار. وحث الزوار الجهات المجتمعية والحكومية على تشجيعهم ومساعدتهم حيث يمكن تطوير الابتكار والإبداع من خلال التشجيع والتحفيز. من جانبهم قال مقدمو الابتكار والحرف إنهم سعداء لتمكنهم من تقديم منتجاتهم مرة أخرى، لأن المهرجان عبارة عن منصة يمكنك من خلالها عرض معرفتك وقدرتك. وفي الوقت نفسه أعرب الزوار عن تقديرهم للمحتوى المعروض في قاعة معرض الكتاب، منوهين بأن السعر لا يختلف عن سعر السوق ويجب النظر إليه في المستقبل. بدورهم أعرب مقدمو الكتب عن ترحيبهم بالتعليقات التي أدلى بها الزوار حول قيمة الكتب، وحثوا على إتاحة الفرصة لبيعها على شكل إعانات كما في الماضي. اختتمت في 15 من أغسطس حملة الطلاب التنموية التي انتظمت البلاد من 8 من يوليو. وأوضح مدير قسم الحملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد فتوي ولد قرقيس مشاركة 27,000 طالب و10,060 معلما مشرفا في حملة هذه السنة، بالإضافة إلى المهنيين الصحيين والزراعة في العمل المنظم في أكثر من 70 نقطة في 45 مديرية. وقال إن حملة الطلاب التنموية منحت الأولوية لبرامج حماية التربة وحفظ المياه الموضوعة في كل إقليم، وشملت رعاية الأشجار وإصحاح البيئة ومساعدة الأسر المحتاجة والتوثيق وصيانة الأثاثات المدرسية والسلامة المرورية. ويشير تقرير وزارة التعليم إلى تنفيذ مهام فاعلة من خلال حملة الطلاب التنموية الصيفية منذ بدئها عام 1994، وذلك بمشاركة 537 ألف طالب في 25 دفعة. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة التخاء تسفى ميكائيل في 12 من أغسطس ندوة لعضوات القيادة الوسطى والسكان في دك أمحرة حول دور المرأة في التصدي والتنمية. وشرحت السيدة التخاء خلفية نضال المرأة من أجل المساواة وتاريخ وأهداف المرأة والنضال المزدوج للمرأة الإريترية ودور المرأة الإريترية في جميع مراحل النضال ودورها الرائد في كافة النشاطات المجتمعية. وشهدت بالبطولة التاريخية للمرأة في مراحل النضال الماضية، وقالت: لا شك في أن البطولات الإعجازية المحققة في النضال والتي تنتقل من جيل إلى جيل سوف تتكرر في التنمية، ذاكرة دور خريجات الكليات بمختلف المستويات في المجال التنموي. وحثت عضوات قوات الدفاع على تطوير أنفسهن من خلال التعليم والعمل، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك تحديات لضمان حقوق المرأة والمساواة بشكل كامل. من جانبهم أشار المشاركون إلى حسن توقيت الندوة وحثوها على الاستمرار على مختلف المستويات. في كلمته الختامية أشاد مدير مديرية دك أمحرة السيد يماني أبرة باتحاد المرأة على مبادرتها، حيث أن رفع الوعي هو السلاح الرئيسي.
قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قندع بتأهيل 10 أسر محتاجة بالمواشي. النساء اللواتي أعيد تأهيلهن بتكلفة 10,000 نعفة لكل منهن، هن من سكان قحطلاي وشبح ومتكل أبيت وعاد شوما ودماس. وأوضحت المرأة الراعية الحاصلات على الدعم بأنهن سيعملن لتحسين حياتهن المعيشية من خلال الاستفادة من كل الدعم المقدم من الحكومة والمجتمع. من ناحية أخرى قدم المكتب مساعدة مالية قدرها 90,000 نعفة بمعدل 3,600 نعفة لكل من 25 طفلا مصابا بفيروس نقص المناعة المكتسب. تبرع سكان وعمال إدارة مديرية قدايف ب41 كيس دم طوعية يوم 15 من أغسطس. وأوضحت مديرة المديرية السيدة تبلس برهاني أن التبرع بالدم في المديرية ليس جديدا وسيواصلونه إدراكا لأهميته المهمة في إنقاذ الأرواح. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد هبتون برهاني أن التبرع يأتي للمرة الثالثة بطريقة منظمة. من جانبه أوضح مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محار أبراهام أن التبرع بالدم جاء بموجب برامج إدارة الإقليم الأوسط، وقد بدأته إدارة مديرية قدايف باتخاذ المبادرة. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. تسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية تسببت في سقوط ما لا يقل عن 27 قتيلا وأكثر من 100 جريح. وأفاد مركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في غرب البلاد عن تسجيل 27 قتيلا و106 جريحا في اشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع، وهما المجموعتان المسلحتان الرئيسيتان في غرب ليبيا، وهما محسوبتان على حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. وبحسب المركز تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوب العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل. وبدأت المعارك بعد قيام قوة الردع باعتقال العقيد محمود حمزة قائد اللواء 444، ولم ترد أي معلومات عن أسباب اعتقاله. واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في الاشتباكات التي شملت مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها قادرة على استخدام أموالها المحررة لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مؤكدة أن صفقة تبادل السجناء تمت بجهود ووساطة أصدقائها في المنطقة. وبين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللحيان أن الأموال الإيرانية ستنتقل من أحد البنوك في أوروبا إلى إحدى دول المنطقة لشراء سلع لا تخضع للعقوبات، مشيرا إلى أنه تم نقل أموال إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى أحد البنوك في أوروبا. من جهتها أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنه يمكن لإيران أن تضع جزءا آخر من أموالها المحررة في البنوك لأخذ الأرباح منها، وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب فترة زمنية محددة ولا يمكن تقديم المزيد من المعلومات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة. وقال بوتين في افتتاح منتدى الجيش 2023 العسكري التقني الدولي أن روسيا منفتحة على تعميق الشراكة التكنولوجية المتساوية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى.
وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المنتدى سيسمح بتعزيز الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ. ويقام المنتدى العسكري التقني الدولي الجيش 2023 في الفترة من 14 إلى 20 من أغسطس الجاري بمشاركة نحو 1500 من الشركات الروسية الرائدة في مجال الدفاع و80 شركة أجنبية مع 7 دول. الخبر الأخير في أول بيان علني لبيونغ يانغ منذ بدء القضية أفادت وكالة الأنباء الروسية الكورية الشمالية بأن الجندي الأمريكي الذي دخل البلاد في يوليو قد أقر بالدخول إليها في شكل غير قانوني. وذكرت الوكالة وفقا لتحقيق تجريه هيئة مختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فإن ترافيس كينغ قد أقر بدخول أراضي البلاد بشكل غير قانوني. وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن كين قال خلال التحقق إن قرار المجيء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنه يمقت المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي. وعبر مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بأن كينغ عبر الحدود عمدا ويمتنعون حتى الآن عن تصنيفه كأسير حرب. ختام نشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. مهرجان إريتريا منصة لإبراز إمكانيات ومواهب الشباب الابتكارية والإبداعية. اختتام حملة الطلاب التنموية. تأهيل المرأة الراعية للأسر المحتاجة بالماشيت في مديرية قنداع. ما لا يقل عن 27 قتيلا و100 جريح في معارك العاصمة الليبية. إيران تعلن قدرتها على التصرف في أموالها المحررة. والرئيس الروسي يؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون العسكري مع الدول الأخرى. انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.